قسما بالله الاهلي ما هيلاقي صاحب جدع ولا صاحب رجوله ولا صاحب يقف جنب صاحبه في الازمات زي نادي الزمالك. الزمالك النهارده يعطي قبلة الحياه للنادي الاهلي ويخلي الدنيا تهدى في الجزيره بعد حاله الغليان اللي بقالها يومين بعد ماتش الطلائع. تخيل معايا اللي بينافسك هو اللي يهديها. يا الله خير ان شاء الله. القصه مش قصه 3 نقط، القصه قصه ان انت خليت حاله الغليان اللي كانت موجوده في الاهلي تهدى، وهيبداوا صفحه جديده مع بعض ومع المدرب ومع اللعيبه، والدنيا هتهدى والاداره هتستقر والدنيا هتبقى حلوه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اي شيء. صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عادي انبي النهارده، لعيبه انبي النهارده بتلعب ماتش على حياتها، بتلعب ماتش سكواد جيم. لو خسرت الماتش هتاخد طلقه في نص دماغها. لعيبه انبي النهارده بتلعب ماتش على حياتها، لو لعبت كل الماتشات بالروح دي والاداء ده والرجوله دي كانت هتنافس على الدوري مرتاح. ده يا جدع ده لعيبه النهارده انبي واقفه في الملعب ما بتغلطش، ما فيش هفوه، ما فيش هفوه في التحرك، ما فيش لاعب بيتسحب من مكانه غلط، ما فيش لاعب بيتحرك غلط. الزمالك النهارده فشل الشوط الاول كله ان هو يعمل هجمه خطر على نادي انبي. اذكر لي هجمه خطر كده عملها الزمالك في الشوط الاول، هي كره عدي الدباغ ما تعتبرش خطيره لما نزل اللي في اخر الشوط الاول. غير كده الزمالك ما جاش الشوط الاول. انبي لاعب الزمالك النهارده باسلوب الزمالك في مباراه هي الاسوأ لمعتمد جمال في كل ماتشاته، رغم ان هي مش الخساره الاولى، احنا خسرنا قبل كده من سيراميكا 1-0، بس المباراه ما كانتش سيئه كده، وماتش كان ليه ظروفه فاكرينه ماتش الكاس، وماتش في الكونفدراليه والزمالك كان يعني تصدر مجموعته يعتبر خلاص، والزمالك كان صاعد يعتبر خلاص، فماتش بردك ما كانش سيء بالمنظر ده. اسوأ مباراه الزمالك النهارده مش عارف يطلع بالكوره، اللعيبه مش عارفه تتحرك لبعض الصح، كميه ميس باص واخطاء في التمرير، اللعيبه النهارده كلها غير موفقه. الزمالك النهارده يستحق الخساره. قبل ما نتكلم على اداء التحكيم او على اي حاجه، الزمالك النهارده فعلا يستحق الخساره. عشان كده الكره بتاعت ضربه الجزاء اللي في الاخر ضاعت، ما احنا لو نستحق حتى التعادل كانت جت، بس هي احنا النهارده ما نستحقش التعادل. احنا انت كزملكاوي قاعد، لو قعدنا نلعب اسبوع انت بتقول انا قاعد كده بتفرج الزمالك مش هيجيب جون، ما هو ما فيش بشاير، ما فيش حاجه تقول ان الزمالك ممكن يجيب جون، ما فيش هجمات خطيره، ما فيش كور مرعبه، ما فيش. نتكلم بقى على التحكيم النهارده في الدقيقه 19 ضربه جزاء مشكوك في صحتها. ليه بقى؟ المخرج اصلا ما عداش من زوايا تبين لك فعلا هي ضربه جزاء ولا لا. ما تقدرش انت كواحد قاعد بتتفرج تجزم فعلا هي ضربه جزاء ولا لا. ونفس الكلام الفار، والحكم حسبها بسرعه البرق، يعني الحكم النهارده حسب ضربه الجزاء دي بسرعه البرق. الواد اصلا ما لحقش يقع والحكم صفر، تحس ان هو فرحان وبيتلكك وعايز اي حاجه. دي اول ضربه جزاء وجت جون، ومهدي سليمان كان هيطلعها بس حظه وحش. ضربه الجزاء الثانيه في الدقيقه 35 ضربة جزاء صحيحة بعد خطأ فادح من محمد السيد. انت مشيت بالكرة زيادة عن اللازم، ولا بسيط ولا شتت، وفي الاخر لما اتقطعت منك جريت عملت ضربة جزاء. يعني مش هتكلم، هو لسه صغير 19 سنة ويتعلم من الحاجات اللي زي ده، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. الزمالك النهارده يخسر كل، يعني عايز اقول لك مباراة هي مباراة الدور الاول. ماتش ده ماتش النهارده ماتش الدور الاول. النهارده اللعيبة غير موفقة تماما تماما تماما، معتمد جمال غير موفق تماما تماما تماما. ما تفهمش بقى اجهاد، يعني هو عدم توفيق، هنقول عدم توفيق ان شاء الله. بس نحب نعرف بس اخواتنا الزملكاويه ان شاء الله باذن الله نفضل في ظهر فريقنا، كل الماتشات تبقى الجماهير بكامل العدد بتاعها زي ما احنا. النهارده ماتش غير موفق، الحمد لله الدوري لسه في الملعب، الدوري لسه طويل، ان شاء الله باذن الله 6 ماتشات والدوري يبقى في 100 عقبه. وصلوا على النبي اخواتي صلى الله عليه وسلم، تعمل الشير والفولو واللايك. سلام.